كده بدأ. خلاص انت متقدرش تاخدها. يلا خلي حد يقول 1 2 3. شوف لنا حد اي حد يقول 1 2 3. خش شويه كده. ايوه خلاص احمد اللي على الشمال. ايوه وابوه بس نخمس في البرنامج مش هينفع. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناه كربيز مع برنامج شو سعيد شو. معانا ضيف عزيز جدا اللي هو المخرج بتاعنا. الاستاذ علاء ضاحي هو مخرج البرنامج وهو المعد وهو المونتاج هو كل حاجه في البرنامج. امال انت تبقى قاعد ليه لما اقول حاجه؟ اقفل الباب. مش هينفع علاء. شغال ولا صغار؟ السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامج كربيج مع قناة سعيدي شو. تخلفهم تاني عشان خاطر. لا والله. والله. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مع قناة كربيج مع برنامج سعيدي شو. لأول مرة هيلتقوا الاثنين مع بعض، المعد ومقدم البرنامج مع المخرج والمونتاج والمونتير وكل حاجة في الموضوع. النهارده هنعرفكم. اتفضل ليك انت برضه. لا العفو. طيب صاحب الفكرة والطريق يعني تشتغل. احنا عايزين نعمل حاجة ايه تلقي الضوء على شارع الصعيدي وخصوصا الصعيد. مفيش تسليط من الاعلام اللي هو بيشكو القاهرة على مشاكلنا على احوالنا على لغتنا على اسلوبنا. عايزين نعرفهم احنا ايه ممكن نعمل ايه وهكذا. فدي كانت الفكرة يعني. طيب يا باشا فكرتك جميلة بصراحة وانا سعيد على اساس ان انا اشارك فيها. بس انت ما قلتش حاجة، احنا مش لاقيين حد يجي يسجل معانا كده. ان شاء الله هيجي على ربنا يديك. عمرو اديب بدأ بمشاهد واحد. احنا مالناش دعوة عمرو اديب، انا بكرهه عمرو اديب ده. وحش. على فكرة انا بحبه في حاجات وبتحفظ عليه في حاجات، بس ده مش معناه ان انا بكرهه. انا عمري ما واحد بكره واحد انه بيختلف معايا في الفكر. هو كشخصية محترمة ودايما بيسعى في الصراحة العام بغض النظر عن اي تسويق ممكن تلاقيه من كذا وكذا. هو اسلوبه احيانا بيكون فات في النقد وفي حاجات تانية كتير. ده انا بؤمن بحاجتين. واخد بالك؟ ان البني ادم لما بيغير مبدأ من مبادئه، ما احنا اتفقنا ما فيش لا شاي ولا سجاير. انا اسف. برضه كمل بس عشان خاطر ايه؟ شوية شاي يا جدعان. هتاخد شاي؟ شفتوا مدى التعاون ان احنا تشرب كوبايه واحده؟ الحمد لله الحمد لله. فده كانت فكره البرنامج الكبيره اللي احنا عايزين من خلالها السند معانا نلتقي بمرشحين طبعا. مرشحين؟ طبعا. تمام. والله المرشح هذا مرشح. خلاص هيعبر عن برنامجه، هيقول لك ايه خططه، نعرف شخصيته ازاي بيعرف، وده هيمثلنا في مجلس نواب. ازاي هيعرف يصارع مع واحد زي ممدوح زي عمرو حمزاوي مثلا لو نجح، او محمد محسوب، او فلان وفلان وفلان. وهيصارع معاهم ما يخش حرب المصارعه ولا ايه؟ صراع يعني جدال سياسي حوار اقناع. ما نقولش صراع بقى لان كلمه صراع دي انا ما بحبهاش، بلاش كلمه صراع دي. تمام؟ بغض النظر عن الاسلوب يعني جدال ممكن جدال نقاش ماشي. اي حاجه يعني صراع يبقى هنجيب شوم ونحطب. لا مش للدرجات. لا مش للدرجات. اتفضل يا باشا. فاحنا طبعا ما عندناش امكانيات، ما عندناش الكاست، ما عندناش بقول لك ايه؟ الصوت بتاعنا عايزين نشوف اذا كان طالع ولا لا. مشكله فعلا. لا الكاميرا بعيده كده فانا ممكن يكون بيسجل وما فيش صوت اساسا فيها. والله بجد؟ ما دي كله تبعك يا علاء. لا مش موضوع. احنا كوربريشن. تمام. تعاون. مش حاجه اسمها تبعك وتبعي. لا حلوه الكلمه دي. اسمها ايه؟ كوربريشن. تمام. فالمفروض يعني نقوم خلاص مش مشكله. خلينا نكمل. فانت اختار الضيوف هنتعاون فيها مع بعض. ايوه. اللوكيشن هنتعاون فيها مع بعض. ايوه. اي حد من المشاهدين ان شاء الله عنده فكره جديده ممكن يطرحها علينا هناخدها ونطورها. بصراحه
هنحاول نعمل حاجة جديدة. ايه هي حاجة جديدة؟ انك انت نفسك كشخص مشاهد ممكن تعيد الحلقة، ممكن تكون الضيف في يوم من الايام في البرنامج ده نفسه. وبعد الله انا يعني انا كنت عايز اعرف بس احنا لما يعني عايزك تذكر الناس اللي هتشوفنا احنا عملنا ليه الحلقتين الاولانيين جامعين. دي واحد لا يقولكم عليه علاء بصراحه. لا هو علاء كان متعمد، وانا نفسي اتخنقت منه بصراحه من حركته دي، لان احنا كان جبنا كانك بتتكلم من حاجب سحري ولا حاجه، فهو ايه اكتر واحد يعبر عن الموضوع. لا عبر انت ما اعرفش، ما انت اللي قاصد اصلا يا علاء. مش انت لسه انا كنت مخنوق، هعبر ازاي؟ ما هو خليك معايا. اتفضل. انت عشان تعبر لازم تجيب بيبسي، هات لنا 2 بيبسي وانا اعبر. مش عبر مين قدك. ماشي اتفضل. مش كده، دي دعايه على فكره، وهناخد بقى فلوس من شركه عشان نشتري حكايه. لا ما اشربهاش على فكره عشان فيها طبقه، والطبقه اصلا بتاثر على مش قصدنا، هو اللوكيشن فرض علينا ان احنا واخد بالك الدنيا كانت ضلمه تمام، يعني احنا كنا قاعدين على القهوه فعلا. فالدنيا كانت واخد بالك ضلمه، مفيش اضاءه كافيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني حبينا ان احنا يعني ممكن كان الواحد يعمل كونتراست عليها شويه ويفتحها، انما قصدنا ان احنا واخد بالك تبقى هي زي ما هي غامقه كده عشان الغموض يبقى جوه البرنامج، الناس تحاول قصدك تحليل زي اثاره يعني. بالظبط. اتفضل يا باشا. استاذ علاء على فكره راجل حاصل على شهادات كتيره في الجوده في العيزو، راجل بروفيشنال يعني ومستشار، راجل بيشغل منصب كويس الحمد لله دلوقتي في جامعه معينه في سوهاج. جامعه سوهاج كده الجوده في كل التجاره ماشي، عشان محدش يقول انا على هوا. ما بنكتبش والله يا باشا، ما بكتب وش كده. راجل طموح فعلا. من خلال المواهب دي كان ممكن وما زلنا بنطمح سواء هو او حد غيره ان احنا نغير نمط او حياه او اسلوب. نقول رساله كبيره جدا ان الاعلام مش قاصر على مدينه الانتاج العالمي بس، لا مش قاصر على عمرو اديب، مش قاصر على انيس الحديدي، مش قاصر على معتز الدمرداش، لا ده ممكن الاعلام يكون سي من الناس. عم عوض بتاع الدجال ممكن يدي تصريح وكاله الانباء العالميه تاخده، ليه لا؟ عم سيد بتاع الفراخ، عوض الدجال سيد بتاع الفراخ يشتكوك. انت قلت سيرتهم. لا عادي، انا بضرب لك مثل يعني. ده ما هم جيراننا اساسا. لا مركزيه الخبر خلاص يا جماعه، المفروض احنا دلوقتي في 2013 ليها سيستم، ليها اسلوب، حاجه جديده يعني. ده اللي عايز اقوله يعني. انت قلت ممكن اقول انا؟ اتفضل. طيب احنا برنامجنا بيهدف الى ايضاح الصوره تمام، ونقل الصوره مش على مستوى صعيد بس، لا نعرف الناس مشاكلنا ايه، نعرف الناس ايه الناس اللي في الصعيد دي فكرها ايه. احنا يعني في ناس كتير يعني فاكره ان الصعيد ده امي، فاكره ان هو جاهل ما عندوش فكره ما عندوش خلفيه. لا الناس المفروض انها تدور تمام. انت عارف على فكره كل ده عرفوا عنها ايه؟ واحده في مره كانت زميلتنا في مستشفى ما في اسكندريه بتقول احنا كل الصور اللي عندنا واخدينها من الصعيد، انك تنزل الارض تلاقي ناس مستنيه بالفنادق طخ طخ موجوده قدامك. طب هو البنادق ما في؟ ده البنادق كانت عند قصر يعني لا حد هذا قصر الرئاسه بنادق بتتكلم لحد هذه اللحظه. الاعلام ممكن يصور لك صوره زي صوره العريش مثلا. العريش الاعلام بيصورها صحراء. العريش على فكره مدينه جميله جدا، فيها مدينه الريسه، فيها العريش نفسها من انظف وانظف يعني وارقى او شخصيه. وهناك شط الصخره بتاعت الطيارين. عارف انك رحت العريش، غير بقى هات موضوع. بتتكلم على ان الاعلام ممكن يعمل لك صوره خلفيه ذهنيه ما تكونش هي الواقع. طب احنا عايزين نعمل الصوره الذهنيه تنقلنا للواقع. احنا بنخربش تنقلنا للواقع ماشي. احنا دلوقتي معنا اعلام، يعني احنا اللي بنعمله ده اعلام، يبقى عايزين ننقل الناس تمام الواقع. نقولهم ازاي بقى؟ احنا بجد يعني هي الفكره كبيره. احنا الحلقه الاولى والثانيه ودي بترسم ملامح للي جاي. اللي جاي انت ممكن يكون عندك فكره نطورها مع بعض، شاركنا فيها. هدف احنا مش واخدينه في بالنا ممكن يتضاف يتطور يتبنى. كل موضوعنا احنا عايزين نوصل ان احنا نكون على خريطه تغيير الاحداث، فرض الاحداث، نوصل للناس. لا بجد لا. بص خليك معايا. انا عايز اكون ناس فعاله. لا معلش انت راجل واخد بالك يعني. انا مش هعرض بس. انا مش هعرض بس. ماشي. العرض فقط. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا مسكنا البذره وحطيناها في الارض. مش لازم تتروي عشان تبدا انها ايه؟ تنبت وبعد كده تبقى شجره. ما نروتهاش
ممكن يجي المطر يروي ده ما يرويش، ممكن ما تطلعش خالص ما تثبتش. تمام. فاحنا اللي بنعمله ده نواه لقناه، نواه لقناه. القناه دي تنقل من الصعيد فعلا، تمام، اللي هو يعني الرؤيه بتاعت الناس، مش رؤيه الاعلام، مش رؤيه الدوله، مش رؤيه مثلا فرد معين، لا، الناس كاهالي، كبشر، كبيوت، احنا نفسنا ان احنا نروح قهوه، نروح الجامع، نروح نصور يعني مع اي حد، يعني مش نفسي اسمع علي ابو حميده من ابو طشت، قناه كرابيش، محمود تغيان من طمع قناه كرابيش، سيد الدكش من جهينة قناه كرابيش، علي التلمساوي من فرشوط. الحاجات دي مش خميس ابو العافيه ومحمود موافي وكده. انا نفسي اسمع اسماء واسمع بلاد جديده. خلاص الواحد اتخلق، فاحنا بنسعى للتغيير يعني. ده اللي عايز اقوله. ننقل الصوره. عايز اروح فين؟ عايز انقلها معاك اتوبيس ولا عربيه نص متر؟ لا اتوبيس ولا صوره بتتنقل بالاسلوب ده. الاسلوب ده اصلا عارف عليه زمن خالص. الصوره بتتنقل بابداع، بفكر، بشويه حاجات على بعض كده، حبه حاجات صغيره تبني الشيء الكبير ان شاء الله. شويه حاجات طيبه معايا شويه حاجات مبنيه على بعض ممكن تتحس ولا ترى بالعين المجرده. فاحنا كنا معاكم النهارده، كنا معاكم لسه بدري يا عم، انت خدت الدنيا كلها، انا ما كلمتش. مش عايزين نطول عليهم. على مين؟ على الناس يا عمي. الناس دول ناس حبايبنا، هيستحملونا. انت في بالك هيستحملونا؟ ما تستحملونا ولا لا؟ لا اهو شوف الرد. والله انك تقول ضيف خفيف الاول، بس لازم تعرف مين هو اللي يعرف؟ المشاهد العزيز الكريم الفضل اللي هو سوف يصنع كل شيء، لان هو الاساس ما بنيت له القناه وما سوف تدر له من افكار جديده وبناءه. يعني هركز وفلوس ما تنساش. مش تبقى صراحه. لا فلوس ممكن يعني اقول لك على حاجه دي سواء بعدين يعني احنا عملنا حاجه زي كده تمام زي الفل. جت مثلا واخد بالك ايا كان شركه، محل، صيدليه، فرن عايزه تعمل واخد بالك اعلان وسط البرنامج بتاعك ده، ما تعملوش ليه؟ يعني تاخد حاجه رباب على كورنيش النيل تدعوكم لتناول الشاي والنرجيله. طب ما مش شرط رباب، مش شرط رباب، خلينا نعمل مش شرط رباب. فندق الصفا ولا زي الفل ماله؟ فندق الصفا ده مش مؤسسه ودي زباين، تمام؟ يوم ما حد يشوف الفيديو ده مثلا في الخليج، ما انت طول ما انت رافعه على الفيسبوك بقى انترناشونال. لما مقعد بورسعيد في اسمها ايه؟ ويلع بشار ده يدعوكم لتناول وجبات ساخنه. ايه المشكله؟ اسعار مغريه؟ لكن هو راجل ما عندوش امكانيات ان هو يعمل دعايه عليها. ما احنا مش هناخد ملايين زي القنوات الثانيه بتاخد. على فكره القنوات بتاخد ملايين في سنتين ثلاثه، احنا ممكن نعمل ساعه اعلان وناخد 10 جنيه، مش مشكله. والبرنامج 5 دقايق. فانا جاي هي فكرته هو انا ابغى الدخل المادي زي ما بيفكر عليها. انا ابغى ان انا اركز على مشكله معينه في بلدي، السرايق في مواعي السرايق في مراكزها كلها ال 11 مركز. المشكله دي زي بلد مره زرتها، انا كنت في انتخابات مجلس الشعب 2005 اسمها شرانيه. صعب عليا جدا ان البلد دي بيقتنع ما لا يقل عن 20,000 نسمه، وعباره واحده بس فقط لا غير هي اللي بيوصل بين المراغب والشرانيه. فانا كنت ليا ميول صحفيه، فالراجل عرف وكذا، فقال لي ما تحاول توصل لنا مشكلتنا المسؤولين وكذا يهتموا بينا، عايزين كوبري. كل امنيتهم واحلامهم ان يكون عندهم كوبري. حد مرض بالليل، حد تعب، حد محتاج حقنه الصوم بتاع العقرب او كذا، مفيش عباره بياخدوا فلوكه. جميل جدا يا استاذ جميل اللي انت بتقوله. والله بس مفيش مانع لما انا اخد الشيء المعنوي تمام واوصله، واخد الفكر واوصله، ويكون في مقابل، لان المقابل ده بيعمل سبورت، ده بيعمل دعم، واخد بالك ليه؟ ذات نفس الشيء. يعني معلش احنا بنصور بكاميرا، الكاميرا ممكن ما يكونش قدنا، معلش تمام؟ يوم ما واخد بالك يبقى فيه مثلا اي دخل مادي ممكن نشتري كاميرا. لا الناس بتتكلم مش كده. الهدف الرئيسي يا جماعه علاء بيهزر على فكره، الهدف الرئيسي من الموضوع ان انا اناقش مشكله موجوده في بلدي تمسني رغيف العيش. يعني مثلا عندنا بس مش هقول الحاجه طبعا عشان خاطر مع واحد ما يبوظ الدنيا من الاول. بوظ نفسي والنبي مش بوظ. لا عشان خاطر في مخبز ايوه قول اسمه. في مخبز معين ما شاء الله عليه، يعني امكانياته عاليه جدا، بياخد حصه كبيره جدا. المخبز ده نص الحصه بالظبط
بتتباع، والنص التاني بيتوزع للحبايب، واحنا كانت كده ما بناخدش رغيف منه، وابوابه دايما مغلقه والعمليه ماشيه. اصحابه دلوقتي ما شاء الله كانوا واخدينه بوضع، دلوقتي يبيعوا وضع تاني خالص. الحاجه دي هنصورها وهنقول لكم مين وهنفتح ملفات دي. انا احب اقول واخد بالك لازم يكون عنده وثائق على الاول، ولازم يكون عنده تصوير، ولازم عشان انا لما اتكلم يبقى فعلا في حاجه زي كده. انا ما بحبش ارمي واقذف غير لما اتاكد بالفعل. ده انت رميت وقذفت وعملت كل حاجه. ما قلتش حاجه، انا قلت في كده. انت قلت كانوا كده بيبقوا كده، ده مش ايوه طبعا مش قذف ده. لا الناس دي ما تعرفش انت هي مين الناس. بس هو مشهور على فكره. وفي نص اللي بيتفرج علينا عرفه. جايز الله اعلم. حاجات تانية عايزين نناقشها ان شاء الله. اللبيب اللي شعرك. حاجات تانية عايزين نناقشها. التعليم يا جماعه، التعليم عندنا للاسف ده مشكلته تحفيظ بس. يعني بعد ما بتخلص الكليه تعليم تمكين. والله بعد ما تخلص الكليه عشان تحط واحد في شيء معين تفتكر نظريه التصور. طب انا هستفيد بايه؟ طب تفتكر مش عارف ايه هستفيد بايه؟ انت الحاجات دي كلها لا تخدم الواقع. يعني انا بعلم في شيء وبوظف في شيء تاني، مفيش كونتاكت او ان انا اعمل حاجه زي ايه تهيئه او اعداد لشيء رايح فعلا اشتغل. لا ده انا بشتغل في حاجه هو ده مسبب لنا الكافيه اللي احنا فيها. لا عايزين نناقش وعايزين نشوف راي خبراء معينه، هنقعد مع ناس كويسه بتفهم في الموضوع، تقترح حلول، نبدا نعرضها على المسؤولين وهكذا. الموضوع لازم يكون واخد اتجاه انك تعرف وتحل، مش كاستكشاف الواقع بس. خليه بعد كده. انت هتاكل ولا ايه؟ لا هتشربنا شيء؟ لا فاهم عليها. بالظبط عمال يلغي. خلاص طيب. خلاص يا لا قول على خلاص. شوف تقول اسمه؟ لا خلاص. لا فاهم يا باشمهندس علاء. ده بعد يلا يا باشمهندس. لا كمل يلا. طب هيبوظ الحلقه كده. بعد كده. طب على العموم احنا كده خلاص حلقنا النهارده الحلقه الثالثه. نلقاكم ان شاء الله في الحلقه الرابعه، وحضراتكم في هذه التيم انتظرونا. جميل جبور يحييكم وايه انت غلط في حاجه. كمل بس. على فكره انت تبقى مش بتوع التلفزيون دول. ليه يا عم؟ يا عم ده انت بسم الله ما شاء الله وكلني يا عمي. بص يعني الكلام اخده وعطا، وما تزعلش مني يا اخويا، احنا اخوات تمام. لما الواحد يوري لك صورتك كده قدامك ما تزعلش منه. لا المفروض انك انت تشكره على اساس ان هو واخد بالك بيديك نصيحه تمام. فيعني مش داعي ما تاخدهاش كده على جوه. لا عارف نفسك عشان خاطر عايزين نفنش الحلقه. بلاش العواطف دي دلوقتي والحته دي. عواطف قاعده هناك في الشغل تمام. اقول اسمك ولا هتقول ولا ايه؟ قول يا عم انت بتقول كل حاجه. انا جيت عليك. ولا بقول خلاص. السلام عليكم على ضاحك.